ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده نعمل سمك. انا جبت سمك مكرونه. انا منضفاه. ماشي اهو. اللي هو ده البلد يا جماعه. وجايبه سمك اللي هو المرجان ده بيتغذى على فكره على الجمبري. ده جميل جدا. انا منضفاه برضه، هو اصلا مفيهوش اي حاجه. اهو مفيهوش اي حاجه خالص، يا دوب بس انت بتفتحي بطنه بس عشان تبقي مطمنه ان هو نضيف. وبتنضفي اللي هي الخياشيم بتاعته اللي من هنا دي. ماشي، هنتبله بقى. هنا معايا توم وملح وكمون وشوية كركم بس وقرن فلفل حراق. هننزل بيه هنا. ماشي. هنعملهم هندقهم. خلاص اهو انا دقيت. بس يا حبيبي بصوا، انا هنزل بقى. ده طبعا ما بيتحشيش من جوه. بصوا اهو. طبعا ايه، انا اصلا من كتر ما هو ناعم صغنن كده بخاف امسكه. اهو. قلبي بس كده بالراحه. هو التتبيله اصلا هتوصل معاه. هنا طبعا هنعصر ليمونه. ده اللي هو الليمون القضاليا الكبير. طبعا عايز حد يكون شديد يعصره بقى. تمام. اهو انا هركنه طبعا بقى، وبعد كده نعمل الرز. وهنا بقى انا حطيت دقيق ونشا وملح وفلفل، وملح وكمون وشويه كركم، وهنقلبهم. ماشي. وهنا السمك اهو بعد ما سبته ياكل في التتبيله شويه. اهو. انا هنا حاطه الزيت بس يسخن شويه. بس هناخد السمك. خلاص. بصي بقى، غلفي بالراحه كده. حاولي ما تخليش الدقيق على السمك يعني فتره طويله، علشان بيندي يعني بيتبل. فلما بتيجي تعمليه بيبقى مهري منك. هو حلاوته ان انت تعمليه في وقته. يعني انا دول احطهم تقريبا كلهم. يا اما لو انت اضطريتي تعملي كده هتضطري انك تغلفيهم بالدقيق تاني. بصوا. بسم الله. يلا يا جماعه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الليمونه دي يا جماعه المفروض تكونوا حفظتوا السر، ان ده ما بيخليش الزيت ينقص خالص. وما بيخليش اي ريحه سمك في الشقه. والله بجد عن تجربه. طبعا احنا ما بنقلبوش غير لما بيتشمع من تحت. بصوا اهو. قلبوه بقى بالراحه. طبعا هو لسه كده في منه استوى يعني بيتشمع، وفي منه لسه. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. بصوا. ايش هذا الجمال، ايش هذا الجمال. واو. ده يا جماعه تحسوا ان هو جمبري في نفسه قوي. حاولي بس بالراحه عليه عشان السمك ده بيبقى حساس قوي زينا كده بالظبط. بصوا يا جماعه،
بصوا بقى السمك بجد حاجة عظمة، بجد يجنن والله العظيم. بصوا انا بس عايزاكم تمتعوا نظركم. ايه رأيكم؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.